السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب قلبي. الفيديو ده هيكون مختصر للي احنا شرحناه الأسبوع اللي فات. كمعلومات بسيطة على التعويض المباشر وعلى النسب. أول حاجة القوانين الأساسية المفروض نفتكرها مع بعض. أول قانون، قانون شدة التيار، الأي بيساوي كيو على التي. كلكم عارفين طبعا إن الأي ده يقاس بالإيه؟ يقاس بالأمبير، والكيو تقاس بالإيه؟ بالكولوم، والتي تقاس بالإيه؟ بالثانية. كويس ولا لأ؟ تمام. في قانون تاني عندنا اللي هو عدد الإلكترونات في شحنة الإلكترون على التي. في مسائل كان في بيقول لك عدد الدورات، تمام، عدد الإلكترونات أو عدد الدورات ده شغال معانا، مفيش مشكلة خالص. ماشي؟ تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. القانون التالت عندنا اف في كيو. القانون الرابع كيو في، نكتبه تحت، اي بيساوي كيو في على 2 باي ار. والفي ده بالنسبة لنا يا أصدقائي هو السرعة، ده السرعة، مش فرق الجهد طبعا. بعرف ازاي ان هو السرعة بيقاس بالمتر على الثانية، ده وحدة قياسه. يقولك مثلا بسرعة 5 متر على الثانية، يبقى ده مين؟ ده الفي. الأرض يا أصدقائي اللي هي الراديوس، دي تقاس بالمتر، تقاس بالإيه؟ نصف القطر، نصف القطر، تقاس بالإيه؟ تقاس بالمتر. اظن كده فهمنا ايه بسرعه مختصر اللي احنا شرحناه. الاف ديت اللي احنا قلنا عليها التردد، بعرفها عن طريق انها تقاس بالهرتز، تقاس بالهرتز. طيب المثال اللي عليه الاي بيساوي كيو على تي، مباشر جدا. هنلاقيه في سؤال في الحصه المباشره، هنلاقيه في سؤال 1، تمام، هنلاقيه في سؤال 5، هنلاقيه في سؤال 6، وكل الاسئله عامه ورا بعضها مباشر لحد سؤال 8. تمام. طيب الاي اللي هو بيساوي ان اي على تي، هنلاقيه في السؤال اللي هو بالاخص يعني في عدد الكترونات. هو كله في بعضه عامه يعني، مش هنكتر كتير عشان ما نوحدش ما نشخصنش مش مهم الفكره. المهم القانون فيه اف كيو، ده تاني سؤال في المذكره. القانون بيساوي اي بيساوي كيو في على 2 باي ار، دي سؤال رقم 3 في المذكره. طيب خلاصه الحوار، ده كان قوانين عن شدة التيار بس كان كرفيجن سريع يعني، انتوا كده كده كلكم عارفينها. تاني حاجة اتجاهه، الاتجاه، عشان الناس بتتلخبط فيها. انا مش محتاج منك غير انك تعرف شوية حاجات بسيطة. اول حاجة ان دي قطب سالب وده قطب موجب، ده قطب سالب وده قطب موجب. واحنا عندنا الاتجاه اللي احنا ماشيين عليه في المنهج هو اتجاه التيار من الموجب، ويمشي كده، يمشي كده، يمشي كده، يروح للسالب. انا كده ماشي بره المصدر، ده المصدر، فانا كده ماشي بره المصدر من الموجب للايه؟ للسالب، ده الاتجاه بتاعنا. طيب اتجاه الالكترونات، الاتجاه الالكترونات عكس منه، اتجاه الالكترون ماشي كده، اوكي، ماشي كده، اللي هو من السالب للموجب. برضو ده انا ماشي بره المصدر. طب جوه المصدر همشي من الموجب للسالب. طيب التيار جوه المصدر هيمشي كده، ده بره اهوت، من الموجب للسالب اهو، ثانيه كده اهو، ده التيار ماشي بره كده، ده كده بره في الاسلاك، ده من الموجب للسالب. طب جوه هنا كده، سوري، تمام، جوه من الموجب من السالب للايه؟ من السالب للموجب، ده اتجاه التيار. يبقى انا عندي اتجاه الاي من موجب للسالب، ده خارج الايه؟ خارج المصدر. من السالب للموجب ده داخل المصدر، اوكي. طيب اتجاه الالكترونات عكس ده، عكس ده، ماشي كده ولا لا؟ تمام. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. آه برضك في حاجة مهمة لسه هناخدها، وهي إن الإلكترون لو ماشي كده، لو الإلكترون ماشي كده اللي هو السالب، فالتيار المفروض ماشي العكس، ده الأي. يعني أنا عندي إلكترون ماشي كده وإلكترون ماشي كده، يعني عندي 3 إلكترونات، فكده ال N بالنسبة لي هعوض عنها ب3. ماشي. طيب اللي هو الأي بيساوي إن إيه على التي، الناس مش مركزة يعني، إن إيه على التي، طبعا كلكم عارفين الإي دي رقم ثابت. ماشي. طيب وده اتجاه التيار عكس اتجاه الإلكترونات. طيب لو انا عندي الكترون ماشي كده
والكترون ماشي كده، وبروتون ماشي كده. البروتون ده معروف عنه انه موجب، فالتيار اوريدي انه المفروض اتجاهه مع الموجب، يعني التيار ماشي كده، ده تياره ماشي كده، وده تياره ماشي كده، وده تياره ماشي كده، ماشيين مع بعض. يبقى كده والله ال N بيساوي 3، واتجاه التيار الكلي كده. اظن مفيش مشكلة. طيب نكبر الموضوع شوية. اللهم صل على محمد. لو انا عندي الكترون ماشي كده، والكترون ماشي كده، وبروتون ماشي كده، قال لي لا ثواني بس كده، ده طياره ماشي كده اوكي، ده الاي بتاعه ماشي. طيب وده طياره ماشي كده، وده طياره ماشي كده، فهلاقي ان دول بيلاشوا بعض، وبالتالي ان هنا هعوض عنها بواحد. بس كده الموضوع بسيط جدا ولذيذ ولطيف، مفيش فيه اي حاجه خالص. تمام. يعني ده فين هنا؟ كنا هنا اهو، كنا الالكترونات كلها مع بعضها او البروتونات كلها مع بعضها حسبناهم مع بعض. الفكره ان اتجاه التيار مع اتجاه الموجب، يعني عكس السالب. طب لو بروتون خلاص ماشي اوكي. طيب لقيتهم في واحد عكس التاني، يعني التيار ده هيكون عكس التيار التاني، هطرح من بعض واسيب الباقي. طبعا اللي عاوز يشوف السؤال ده بالظبط بالظبط، السؤال رقم 28 في المذكرة في الحصة التعويض الأولانية، كان مديني إلكترونات، إلكترونات ماشية من اليسار لليمين، وبروتونات ماشية من اليمين لليسار. في إلكترونات ماشية من اليسار لليمين، وفي بروتونات ماشية من يمين لليسار. فكده التيار بالنسبة لنا هيمشي فين يا أصدقائي؟ هيمشي كده، ده ماشي كده وده ماشي كده. يعني الاي بيساوي الان بتاع الالكترونات زائد الان بتاع البروتونات. اوكي، ده كله مضروب في الشحنة. طبعا شحنة الالكترون هي بتساوي شحنة البروتون، يعني الاتنين نفس الرقم الثابت اللي احنا حافظينه، 1.6 في 10 أس 19. ماشي. يبقى كده الاي بيساوي ايه؟ عدد الالكترونات زائد عدد البروتونات عشان ماشيين مع بعض في الاي، عشان القانون ان ايه على التي، يعني على التي. الناس اللي مش فاهمة، انا عوضت في القانون ده ان ايه على التي، بس اتفلسفت شوية، يعني قلت ان انا ايه، ان انا هجمع مين يا اصدقائي؟ هجمع ده وهجمع ده عشان هما ماشيين مع بعض. ده لو كانوا، لو طيارهم ماشي مع بعض، وطيارهم يعني اتجاه التيار الكلي مع بعض. طيب ده كده مختصر الكلام اللي احنا شرحناه عن التيار. نخش بقى بكلام جديد على الفرق الجهد. احنا قلنا فرق الجهد طبعا اللي هو الفي بيساوي دبليو على الكيو، او بيساوي الاي في الار، او بيساوي في نقطة، خليها تحت خليها تحت. المهم الدبليو دي اللي هي الشغل، والاي في الار انتوا عارفينها ما بتغني عن التعريف، والار طبعا اكيد شفتوها، تقاس بالايه؟ تقاس بالاوم. ماشي، اللي بنسميها مقاومة كهربية، او ممكن نسميها اسم تاني مقاومة اومية. ماشي، ايا كان الاسم بتاعها. طيب ده اسمه فرق الجهد، الفي ده اسمه فرق الجهد، او بنسميه اسم تاني نسميه الهبوط في الجهد. ماشي، انا بكتب بسرعه بس عشان وقت الفيديو، كده كده انت ممكن عدى الكلام ده يعني. طيب الهبوط في الجهد بسبب ايه؟ بسبب الار، بسبب المقاومات. فحضرتك لو انت مثلا عند بوينت A وهتتحرك على مقاومة وتوصل لبوينت B، فانت مثلا لو قلنا هنا انا موجب 10 فولت، وهوصل هنا هعدي على المقاومة هفقد شوية جهد، هيبقى هنا موجب 5 فولت، يبقى انا فقدت، خليها موجب 6، يبقى انا فقدت كام؟ فقدت موجب 4 فولت، او فقدت 4 فولت عامة. ده فرق الجهد، ده اللي بعوض فيه في القانون. يعني يا صديقي ركز في المثال ده مهم. لو انا عندي بوينت A هعدي على مقاومة لبوينت B، طيب وهنا عندي موجب قلنا 10، وهنا مثلا موجب 4، وهنا هفقد في الوسط 6 بسبب مقاومة. يبقى القانون هو ال V بيساوي W على Q، أو بيساوي ال I في ال R. ماشي، ال V ده هل هو 6 ولا ال10 ولا ال4؟ قال ال10 ده بنسميه، ركز فيها قوي، جهد نقطة، وال4 ده بنسميه جهد نقطة. ما ينفعش إن أنا أستخدم جهد النقطة في القانون ده، بيساوي جهد نقطة، يعني ده قيمته 6. ما ينفعش 10، ما ينفعش 10 ولا 4، غلط، ما ينفعش الاتنين دول، لأن ده جهد نقطة وده جهد نقطة، ده جهد نقطة وده جهد نقطة، ملناش دعوة بيهم. احنا قلنا قانون اسمه قانون فرق الجهد، فرق الجهد.
اظن كده فهمتوا قصدي كويس جدا. طيب طبعا احنا بنعرف الدبليو منين؟ انها تقاس بالجول. طبعا انتوا عارفين الموضوع ده كويس قوي وكلكم شفتوا المساله، واهم حاجه في ترجمه الاسئله انك تعرف بالجول. الناس اللي جربت تعوض معانا وحاولت تحل هتفهم قصدي كويس جدا. طيب يبقى كده قانون فرق الجهد برضك بيساوي في، ركز بقى، النقطه اللي كنت فيها ناقص في النقطه اللي رحت ليها. مين اللي كنت فيها ورحت ليها يا باشا؟ قال لي بص، هو انت لو عندك تيار، ماشي كده، وهنا عندك موجب 5 وهنا اكس، وانا قلت لك ان انا فقدت في الوسط هنا 4 فولت، هتحسبها ازاي؟ هتقول لي والله ال 4 فولت ده انا عاوز جهد اكس، ده جهد نقطة. ال 4 فولت ده بيساوي جهد النقطة اللي كنت فيها اللي هو 5 ناقص جهد النقطة اللي رحت ليها اللي هو ايه؟ ناقص اكس. يعني هقول ان الخمسة تروح هناك بإشارة مخالفة، يبقى الاكس تطلع معانا كام يا اصدقائي؟ تطلع معانا بواحد فولت. طب هتفرق معانا لما كده تطلع بواحد؟ قال لك لا، لو انت عملت غلط اللي انت قلت اكس ناقص 5 بيساوي 4، طرحت ده ولا لا 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 لا، ارجع تاني سوري، نرجع منين يا اصدقائي؟ تمام، ده انا كده بوظت الواقع خالص. ايوه تمام. لو احنا قلنا يا اصدقائي، لو انت طرحت ده ناقص ده ناقص ده، انا ما كنتش هنا، انا كنت هنا، يبقى بطرح اللي هنا ناقص ده، فانا عكست دلوقتي. ايه المشكلة؟ لا، في مشكلة كبيرة، هيطلع معايا اكس بيساوي 9 يا فندم، وده غلط. يبقى المفروض اللي انا قلت عليه النقطة اللي كنت فيها ناقص النقطة اللي رحت ليها. طيب كده احنا خلصنا يعني ايه فرق الجهد. نخش بقى بسرعة كده يعني ايه مقاومة عشان الفيديو ما يطولش مننا. يعني ايه مقاومة كهربية؟ قال لي الار بتساوي رو اي ال على الاي. بالمناسبة قبل ما اخش على النقطة ديت هقول نقطة تانية عن الجهد، نمسح بس العبث ده. نقطة تانية عن الجهد، ان التيار يتحرك من الجهد الأكبر إلى الجهد الأقل. طب إيه الجهد الكبير والصغير؟ الموجب أكبر من السالب، يعني سالب 5 أكبر من سالب 10، وموجب 5 أكبر من موجب 2، والصفر أكبر من سالب 1، وهكذا بقى. تمام. طيب والمفروض برضك إن أنت عارف إن أو ما تعرفش إن في حاجة اسمها كده جهد الأرض، بتلاقيها عاملة كده، جهد الأرض ده بيساوي صفر. فده مثلا لو سالب 5 يبقى التيار ماشي من صفر لسالب 5، ده اتجاه التيار. ماشي. طيب في مثال عندنا برضك لو ناس كانت بتحل وركزت فيه، هتلاقي ان هنا ايه يا اصدقائي؟ هتلاقي ان هنا كده جهد ارض، هنا جهد ايه؟ هنا جهد ارض، وهنا كانت نقطة A وهنا نقطة B وهنا C وهنا D، وهنا مش عارف كان 10 وهنا 5 وهنا 3، وما قالش هنا حاجة، هنا سالب 5، وقال لي ده موجب 10 وده موجب 3 وده سالب 5، وبيقول لي عاوز اتجاه التيار واتجاه الالكترونات. ماشي تمام. طيب المفروض ان التيار ماشي من الكبير للصغير زي ما اتفقنا. ايوه، يعني المفروض التيار ماشي منين؟ التيار ماشي كده، ده الاي، والتيار ماشي من الكبير للصفر، ما هو ده قلنا جهده بكام؟ بصفر، ده جهد الارض بصفر، يعني التيار ماشي كده. طيب ده سالب، يبقى التيار ماشي كده، ده اتجاه التيار. طب اتجاه الالكترونات يا اصدقائي؟ اتجاه الالكترونات عكس منه، يعني الالكترون ماشي كده، والالكترون ماشي ازاي؟ كده، والالكترون ماشي ازاي؟ كده. اظن كده فهمته كويس قوي. ولو الناس اللي حابه تستفسر شويه، السؤال ده موجود في حصه 2 في النسب، سؤال رقم 11، سؤال 11 في حصه 2 في النسب، لو انت حابب ترجع له يعني، شبهه يعني. طيب المعلومه اللي عاوزين نقولها بعد كده اللي هو المقاومه اللي هي الار دي بتساوي الرو اي ال على الاي. ركز قوي عشان ما نغلطش، هنختصر بس القوانين كده. الرو اي دي مين؟
الرو ايه اسمها مقاومة ايه؟ مقاومة نوعية. مقاومة ايه؟ نوعية. والمساحة لها قانون اللي هو باي ار تربيع. ركز، ليس 2 باي ار، ده المحيط. المساحة بيساوي باي ار تربيع، وده الطول. طيب تاني حاجة عاوزين نتأكد عليها إن الرو اي ديت اللي هي المقاومة النوعية دي أصدقائي بتعتمد على حاجتين هما نوع المادة ودرجة الحرارة. يعني لو زودت الطول للضعف مش هتتأثر. مثال الار بتساوي الرو اي ال على الاي، صح؟ ايوه. يعني الرو اي بتساوي الاي تطلع فوق والال تنزل تحت، يعني ار في الاي على ال. فكده حضرتك لو قلت لك ان المفروض كده الاي والرو اي طردي ولا عكسي؟ ظاهريا طردي. فلو اي زادت للضعف ايه اللي يحصل للرو اي؟ مش هتتأثر، مش هتتغير، لان احنا قلنا الرو اي بتعتمد على نوع المادة والحرارة، ملهاش علاقة بالمساحة ولا لها علاقة بالطول ولا لها علاقة بالمقاومة. لو زودت الحرارة، دي هتزيد عادي، لأنها بتعتمد عليها طردي. اتفقنا؟ جميل جدا. طيب في حاجة اسمها توصيلية كهربية اللي هي رمزها سيجما، والسيجما واحد على الرو اي. توصيلية كهربية يعني المادة بتوصل ولا لأ. طيب برضك السيجما بتعتمد على نفس العوامل، يعني بتعتمد على نوع المادة ودرجة الحرارة، نفس الحوار. طيب يا أصدقائي برضك في حاجة علاقة، بس دي لسه هشرحها لكم بعدين. علاقة بين رو اي وواحد على السيجما، علاقة طردي، والزاوية هنا ب45. ليه الكلام ده؟ لسه ما شرحناش الرسم البياني عامة عشان تفهموا، هنشرحه بعدين. طيب يعني كده ممكن نكتب قانون السيجما تاني، واحد على الرو اي او مقلوب ده اللي هو ال على ار اي. بس برضك ما بيعتمدش عليهم يا اصدقائي، هو قانون عادي، قانون رياضي، بس ملوش علاقة بيهم، ما بيعتمدش عليهم لا طردي ولا عكسي. طيب تاني حاجة احنا قلنا سبب وجود المقاومة. سبب وجود المقاومة ان السلك عبارة عن ذرات، والذرات دي بيحصل لها اهتزاز، والاهتزاز ده بيحتك بالايه؟ بيحتك بالالكترونات اللي ماشية، فبيعمل فيهم ايه؟ بيحصل له فقد في الطاقة. يعني سبب وجود المقاومة هو احتكاك الجزيئات المهتزة، مش مكتب بقى احتكاك الجزيئات المهتزة بالايه؟ بالالكترونات الماشية. اوكي. وبالسبب حاجه اسمها هبوط في الجهد، وحاجه اسمها باور برضو، حاجه اسمها باور لسه هناخدها قدام ان شاء الله، قدره يعني اسمها قدره. ماشي يا اصدقائي. طيب اخر حاجه ما ان شاء الله في الفيديو اللي هي نفتكر مع بعض خطوات حل النسب. خطوات حل النسب. قال لي اول خطوه عندي زي ما اتفقنا مع بعض اشوف قانون. اشوف ايه؟ قانون. تاني خطوه عندي احط الحاجه اللي انا عايزها، الحاجه اللي انا عاوزها لوحدها في طرف. تالت حاجة أحذف الثوابت. رابع حاجة أكتب قانون النسب. خامس حاجة أعرف أترجم السؤال. سادس حاجة والأخير عامة اللي هو أعرف المطلوب. طيب إيه بقى الاتنين الأخر دول؟ هنكتب مثال على كله. أول حاجة شوف قانون. إحنا مثلا مثال بسيط، يعني عاوز إكس واحد مثلا على إكس اتنين، فأنا عمال أدور على القوانين فلقيت الحمد لله القانون بيقول لك إن إكس بيساوي واي كيو على ار تي. طبعا يا أصدقائي ده مش قانون عندنا في المنهج، ولكن ده هبدأ مني دلوقتي. شفت القانون، فرضا انا قريت السؤال بتمعن زي ما حضراتكم قريتوا السؤال قبل كده، وعرفت ان الكيو ثابته ومثلا التي ثابته، يبقى كده انا شلتهم او هو قال لك ثابته بطريقه ما. يبقى بعد كده الخطوه رقم 3، اول حاجه لقيت القانون، حطيت الحاجه انا عايز لوحدها في طرف، هو اصلا الاكس لوحدها في طرف مش محتاج احطها، تمام كده. بعد كده احذف الثوابت. احذف الايه؟ الثوابت. يبقى اقول والله اكس واحد اكس اتنين على اكس اتنين بيساوي واي واحد على واي اتنين عشان طردي في ار اتنين على ار واحد. كده انا حطيت قانون النسب اللي هو الخطوة اللي قالك عليها بعد حذف الثوابت. بعد كده اترجم السؤال.
ترجمة السؤال ده طبعا علمتها لكم في الحصة، فهديها لكم دلوقتي في آخر سلايدين وكده خلاص. ترجمة الأسئلة يا أصدقائي بيقول لك لو قال لك في السؤال زاد طوله إلى الضعف، يبقى معنى كده إن L1 كان بL وL2 ب2L. طيب زاد طوله بمقدار الضعف، يبقى L1 بيساوي L وL2 بيساوي L زائد 2L، يعني L2 ب3L. طيب زاد طوله بمقدار 12 سنتي، ركز 12 سنتي، يبقى L1 بL وL2 بL زائد 12، مش 12L، 12. طيب طبعا طوله ده كمثال، زاد طوله بنسبة 20%، يبقى L1 بL وL2 بL موجب 20/100L، يعني بيساوي على الآلة الحاسبة 1 زائد 20/100 يدينا 1.2 ده L2. طيب ده كده أنواع ترجمة الأسئلة. نخش على الليفل التاني وهي مستويات المسائل، اللي هو اعرف المطلوب. هيطلب مني حاجة من الأربعة. أول حاجة ممكن يطلب مني مثلا النسبة بينهما R1 على R2، يطلب النسبة، يبقى R1 على R2 بيساوي مثلا طلعت معايا في السؤال 5/4، يبقى ده أول ليفل لازم أعمله أصلا. طب تاني حاجة يقول لك فإن مقاومته تصبح، فإن طوله يصبح، فإن كذا تصبح، يعني عاوز حاجة الاتنين بكام، يبقى هضرب طرفين في وسطين. يبقى كده يا أصدقائي R2 بيساوي بعد طرفين في وسطين وشوية رياضة كده 4/5 R1. يطلب ليفل 3 اللي هو مقدار التغير. مقدار التغير رمزه دلتا ار او دلتا اكس او دلتا واي او دلتا اي حاجة، ده مثال، بيساوي R2 ناقص R1، دايما الحالة التانية ناقص الحالة الايه الاولانية، يعني 4/5 R1 ناقص R1 يدينا ايه؟ يدينا -5 R1. طبعا معناها السالب 5 ديت ان انا قليت، لو طلع بالموجب يبقى انا زدت. طب رابع ليفل اللي ممكن يطلبه مني، يطلب نسبة التغير. نسبة التغير ده بقول الدلتا ار في 100، مقدار التغير في 100، يعني الرقم اللي طلع اللي هو الخمس ده بضربه في 100، خمس في 100، ماشي، خمس في 100. دي كده انواع المطالب اللي ممكن يطلبها في المنهج كله، ار بقى او مقاومه ار او دي او فرق جهد او تردد طولموجي، ايا كان اللي هيطلب مننا فتمام احنا عرفنا ممكن يطلب مننا ايه. طيب لما يقول لك سحب سلك او اعيد تشكيل سلك، فمختصر الموضوع ده لازم تبقى مبصمك شويه حاجات، ان الفوليوم ثابت اللي هو الحجم، الام ثابته اللي هي الكتله، ركز قوي عشان ده مهم قوي، ان الرو اللي هي الكثافة ثابتة برضو، ان الرو اي اللي هي المقاومة النوعية ثابتة، ان المساحة عكس الطول. فمن هنا كده اقول ايه 1/2 بيساوي L2/L1، L2/L1، المساحة عكس الطول. رابع او البتنجانة اللي وراها الار بتتناسب مع L فقط. يعني اقول ايه يا اصدقائي، اقول R1/R2 بيساوي L1 طيب اللي وراها الار بتتناسب مع A فقط برضو. يعني برضو اقول ايه، برضو اقول كده R1/R2 بيساوي A2 على A1. الخط وحش بس بتكلم عشان تفهم. طيب قلنا فاضل حاجة كمان أخيرة، قلنا إيه؟ الار بتتناسب مع نصف القطر أس 4، يعني هتقول لي كده R1/R2 بيساوي R2 أس 4 على R1 أس 4. تحفظ لي كام نقطة دول، النقطة دي ودي 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 ودي، لما يقول لك سحب سلك أو أعيد تشكيل سلك، ده مهم أوي، ماشي، عشان بيجيلنا كتير في مسائل. اللهم صل على محمد عليه الصلاة والسلام.
المفروض ان احنا اتعلمنا ازاي ندخل قوانين الكتل في بعضيها، الكتلة في المقاومة. واتعلمنا ازاي اصلا جبنا الكلام ده، اثبتنا الكلام ده في قلب الحصة. فالناس اللي مش فاهماه تستنى الفيديو اللي جاي، عشان انا تعبت بصراحة قوي، والفيديو كده بقى 25 دقيقة، او ان احنا نشرحه او اشرحه لهم على انفراد. لكن دلوقتي كله يكون مركز في اللي انا قلت ده، كل كلمة قلتها في الفيديو مهمة عشان تعرف تحل يا صديقي المسائل. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. مع السلامة اصدقائي.